في ناس كتير في البيوت بيتقال لها الكلمة دي بتوجع، أهبل عبيط طيب طيبة، وبترجع تقول طب أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ بعمل في نفسي كده ليه؟ عشان زوجها مثلا. زوجها أو العلاقات الزوجيه. آه طب كويس ان حضرتك يعني اشرت للموضوع ده. الحياه الزوجيه استثناء عن كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني لازم نفصل. ده الحياه الزوجيه دي، بصي حضرتك، رسالتي لنفسي قبل اي حد، اي شيء الانسان بيعمله عشان يحافظ على بيته ده قوه، منتهى القوه، سواء كان راجل او ست. مم. اي شيء انا بعمله، يعني مثلا انا السيدات المشاهدات، وانا اسف ان ودي مشكله بقى اللي وقعنا فيها بقى، انه بعض الفيمينست، وانا اسف ان المصطلح ده بقى موجود في حياتنا، عايزه تمشي البيت زي ما بيمشي في الشارع. لا، انا في الشارع باخد حقي تالت ومتلت، لان مفيش رابط بيني وبين بين الناس دي. لكن انا في البيت زوجي جاي متضايق شويه فاستحملته، ده رصيد، ده رصيد. طب انا في مهم البيت جدا مراتي جدا. اتعصبت عليا شويه وانا استحملتها، ده رصيد. دايما كده تلاقي في حالات الانفصال، انا اسف، سيدنا النبي بياخدنا لحاجات حلوه هو قوي. جميل سيدنا النبي بصراحة، ومحبته تخلينا نخش في حياتنا كلها. دايما تلاقي في حالات الانفصال كده، حالات انفصال على اسباب اتفه من التفاهه. عشان ما فيش رصيد. هو ده، الله يفتح عليكي، حضرتك سيده مصريه اصيله. الله هي يكرمك، القصه شكرا. مش انا انفصلت عشان الموقف ده، القصه ان ما بقاش فيه رصيد. كانت ابله فضيله بتقول، انا احب اتعلم من اي حد، أيوة صح. كانت ابله فضيله بتقول ان الحياه الزوجيه عباره عن رصيد، كل واحد بيحط في صندوق الرصيد، فطول ما في رصيد في الصندوق الاتنين بيعرفوا يعدوا المشكله. اول ما الرصيد بيتصفر، خلاص خلص. حتى لو العشره بقالها 40 سنه بس الصندوق فضي. ولذلك تقدري تسمعي عن حالات انفصال مثلا بعد اسبوعين جواز، صح. دول ما لحقوش يعملوا رصيد، ما لحقوش يعملوا اي حاجه خالص، فاختبروا بعض في وقت ما فيش رصيد، فخلاص شكرا. فطول ما الحياه زوال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى، يعلمنا برضو زي ما حضرتك بتقولي، نتعلم من سيدنا النبي ايه؟ حسن العشره. في موقف حصل مع سيدنا النبي، والله يعني لو حصل مع حد فينا في الوقت الحاضر أنا ده. عارفة حاجة تتكلم عن أنهي موقف. موقفه مع السيده عائشه كان صعب أيوة جدا. صعب جدا. السيده عائشه، مش معنى ان انا وزوجي بنحب بعض او انا وزوجتي بنحب بعض انه مش هيحصل بينا مشاكل، لان احنا مش شبه بعض. ما هو سيدنا النبي قدوة. طبعا. انت عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجته؟ يعني يجي في الحديث كده ايه، وكذاها يعني يعمل لها كده. نغزها يعني. انما ما جاش في السنه انه ضرب ست من نسائه. لا. عارفه ليه؟ لان لو النبي لو ضرب مره، كان كل الرجاله المسلمين هيقوموا الصبح يصلوا الفجر ويقوموا يضربوا ستاتهم. ليه؟ بنعمل سنه سيدنا النبي، هتعجبهم السنه دي. فلم يرد ان النبي ضرب مره. ليه؟ عشان يبقى النموذج الاكمل في الحياه البشريه والحياه الزوجيه. فلما يجي واحد مثلا كده يضرب زوجته، يا اخي ما يصح، اقول لي ما القران قال اضربوهن، اقول له بس النبي ما ضربش. يعني هو القرآن قال يضربوهن بس النبي ما ضربش، ما توصلش للمرحلة دي. فكان النبي بيدينا النموذج الأكمل في السلوكيات، في الحياة، في الأخلاق. فمن جمال سيدنا النبي إن السيدة عائشة كانت تحب سيدنا النبي، تحبه قوي، تغير عليه قوي. والغيرة من الأمور الصعبة في الحياة الزوجية برضه. وسيدنا النبي كان يحبها، كان يحبها جدا، وتحمل معها ما لا يتحمله رجل. ففي يوم من الأيام حصل خلاف بينها وبين سيدنا صلى الله عليه وسلم. عارفه سيدنا النبي ده بيحكم للدنيا كلها. سيدنا ده الدنيا كلها تحب تقعد قدامه، بس دايما الزوجه ما تشوفش زوجها غير زوج. انت كل حاجه، انت الاستاذ الدكتور، صح. انت الشيخ العلامه، انت في يعني البيت انا اقول لحضرتك كأنثى طبعا انت شغلتك في البيت ايه؟ زوج. حبيبي بس شكرا. بس مش يعني دعوه. هتاخد الزباله وانت نازل، وهتجيب ربع جبنه وانت طالع، وانت الدنيا كلها بتخدمك، بس أيوه. انت عندنا ايه؟ زوج. واحب جدا جوزي يخش عليا بشايل مثلا. مثلا